فاكر اليوم اللي شلته فيه على ايدك؟ طب امتى كبر فجأة وبقيت مش فاهم؟ بقى عنده العالم الخاص بيه وبقى مقفول عليه وموبايله في ايده طول الوقت، وانت خايف عليه من بره، اصحابه وافكاره والسوشيال ميديا. بس الاصعب انك مش عارف تدخل جواه. طيب لو قلت لك ان في 30 حلقة ممكن تكون احسن هدية تقدمها لابنك من سن 14 سنة. البرنامج مش دروس ولا محاضرات مملة، دي رحلة بتبني شخصيته من جوه. هنعلمه فيهم يعني ايه مسؤولية، يعني ايه ثبات روحي في زمن كله تشتيت، وازاي يبني شخصيته من غير ما ينساق ورا تفاهة السوشيال ميديا. احنا بنقول له الكلام اللي انت نفسك تقوله له، بس هو مش بيسمعه منك. جرب تعمل معاه هدنة من غير اوامر ومن غير خناقات. اقعدوا واتفرجوا سوا، يمكن حلقة واحدة بس تفتح باب كان حاجة مقفولة بينكم بقالها سنين. اول حلقة لينا هتنزل في اول يوم في رمضان على قناتنا على اليوتيوب حل حياتك. اشترك في قناتنا دلوقتي وفعل زر الجرس علشان الهدية دي ما تتأخرش. ابنك مش محتاج رقابة، ابنك محتاج قدوة. وحل حياتك، ولو حياتك حلوة الله يزيدك حلا.